إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع شرح كتاب الصيام من متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته. قوله ويبيت الصيام في أوله يعني في أول شهر رمضان. قال وليس عليه البيات في بقيته، فذكر هنا رحمه الله شرطا من شروط الصيام أو ركنا من أركان الصيام، وهو النية، على الخلاف بين العلماء هل هي شرط أم ركن. والنية هي إرادة التعبد بالصيام، والفقهاء إنما يتكلمون عن نية العمل، يتكلمون عن نية العمل ونية تعيينه. فالصيام لا يصح بدون نية، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وقد حكي إجماعا. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أنه لا يصح صوم إلا بنية إجماعا، فرضا كان أو تطوعا. فالصيام لا بد فيه من نية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصوم عمل وهو عبادة، ولذلك فهو يفتقر إلى نية. وقد سبق معنا في الدرس الماضي في تعريف الصيام أنه الإمساك لغة، وهو إمساك مخصوص شرعا، ولا يمكن أن تميز بين الإمساكين سواء كان على جهة اللغة أو على جهة الشرع إلا بتلك النية. ولهذا قلنا هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات إلى آخر التعريف. التعبد بالله، التعبد لله، وهذا وصف للنية. وأنا أتكلم هنا عن صيام الفرض، لأنه هو الذي يقصده هنا المصنف رحمه الله، فهو يريد صيام رمضان الذي ذكر بأنه فريضة. فقال هنا ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته. هو يتكلم هنا كما قلت عن صيام رمضان الذي هو صيام فريضة. وطبعا صيام الفريضة يدخل فيه أصالة صيام رمضان، وصيام الفرض أيضا يدخل فيه صيام القضاء، ويدخل فيه صيام النذر إذا ألزم الإنسان نفسه بالصيام، نذر لله أن يصوم، فهذا يصير واجبا فرضا عليه. وكذلك صيام الكفارات، وكذلك صيام الكفارات. هذه الأربع كلها تدخل في صيام الفرض. صيام رمضان وهذا يدخل أصالة في صيام الفرض، صيام القضاء، وصيام النذر، وصيام الكفارات. هذا الصيام الذي هو صيام الفرض لا بد فيه من نية، لا بد فيه من نية، ولا بد أن تكون النية في الليل، ولا بد أن تكون النية في الليل. وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله ويبيت الصيام، يبيت الصيام في أوله، يبيت نية الصيام في الليل.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية للنسائي: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فهذه الأحاديث تدل على وجوب تبييت النية من الليل قبل الفجر، أن يبيت الصائم النية من الليل قبل الفجر. قال ابن عبد البر في كتابه الكافي: ولا يجوز صوم شهر رمضان إلا بأن يبيت له الصوم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنية. فقوله ولا يجوز صوم شهر رمضان التكلم عن صيام الفرض إلا بأن يبيت له الصوم، تبيت النية، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا هو الليل، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قال بنية. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم، أعني وجوب تبييت نية صيام الفرض. وقد حكاه بعضهم إجماعا، وحكموا على القول المخالف بالشذوذ. وأنا لما ذكرت صيام الفرض حتى تتضح المسألة، منه صيام رمضان الذي قلت هو الأصل، وهو واجب معين، ويلتحق به النذر المعين. إذا نذر أن يصوم أياما، قال لله علي أن أصوم غدا، فهذا نذر معين يدخل في هذا القسم الأول الذي هو واجب معين، صيام الفرض والنذر المعين. وقسم ثاني في صيام الفرض هو القضاء والنذر والنذر المطلق والكفارة. النذر المطلق لله علي أن أصوم أياما ولم يحدد، فهذا نذر مطلق، وكذلك الكفارة، وكذلك بالنسبة للقضاء. وهذا ما يطلق عليه الفقهاء بقولهم واجب غير معين. فعندنا واجب معين الذي هو صيام رمضان والنذر المقيد، وواجب غير معين الذي هو القضاء والكفارة والنذر المطلق. أما الواجب غير المعين فوجوب تبييت النية متفق عليه بين العلماء، لا يختلف العلماء في أن الواجب غير المعين يجب تبييت النية فيه من الليل، يجب أن يبيت النية من الليل. وأما الواجب المعين صيام رمضان والنذر المطلق، وأنا أركز على صيام رمضان لأنه هو الذي قصده المصنف رحمه الله. صيام رمضان تبييت النية في صيام رمضان، وقلنا معه النذر المطلق النذر المقيد. جماهير أهل العلم على وجوب تبييت النية من الليل، وهو قول مالك والشافعي وقول أحمد وقول جماهير السلف على أنه لا بد من تبييت النية قبل الفجر، وقد حكاه بعضهم إجماعا، لكن الخلاف وارد. فالأحناف يخالفون، الأحناف يقولون إنه يستحب أن يبيت النية من الليل، ويرون جواز الصيام بنية من نهار قبل الزوال. إذا نوى أن يصوم قبل الزوال من نهار فيرون بأن هذا جائز، واحتجوا بحديث صيام عاشوراء قبل فرض رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن ينادي في الناس أن من لم يأكل فليصم، وأن من أكل فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. قالوا أمره أثناء النهار، ولو كانت النية لازمة في الليل ما صح منهم الصيام. ولكن هذا كما قال العلماء في الرد عليهم هذا خارج محل النزاع، لأننا نحن نتكلم عن صيام واجب مقدور عليه. أما ما يتعلق بصيام عاشوراء حين فرض في النهار، وعلموا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في النهار فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصوموا. فالذي نتكلم عنه هو الصيام الواجب المقدور عليه، والذي في الحديث بخلافه. الذي في الحديث هو إيقاع النية من النهار، وهذا لأهل الأعذار، فصح ذلك
ضرورة، لأنه يتعذر عليهم أن يبيتوا الصيام من الليل، لأنهم الآن في النهار، وهذا اليوم يجب أن يصوموه، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك. وعليه في الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من وجوب تبييت النية في صوم الفرض مطلقا. وقول صوم الفرض مطلقا سواء كان معينا أو مقيدا، صيام رمضان وصيام النذر مطلقا كان أو مقيدا، وصيام القضاء وصيام الكفارة، هذا هو الصيام الواجب، فيجب تبييت النية فيه من الليل، يجب تبييت النية فيه من الليل. وذكر ابن أبي زيد هنا مسألة، وهي حكم تجديد النية في كل يوم من رمضان، حيث قال ويبيت الصيام في أوله، أي في أول رمضان. قال وليس عليه البيات في بقيته. هذه المسألة في كل صيام يجب تتابعه، في كل صيام يجب تتابعه. صيام رمضان يجب تتابع أيامه، النذر المقيد إن كان كذلك نذر أن يصوم 10 أيام متتابعات فهذا يجب متتابعا. صيام الكفارة صيام شهرين متتابعين، فهي مسألة واحدة مع صيام رمضان. هذا الصيام الذي يجب التتابع فيه، وعلى رأسه الصيام الأصلي وهو صيام رمضان. هل يجب لكل يوم نية أم تكفي نية في أول الشهر؟ هذه المسألة التي أشار إليها ابن أبي زيد رحمه الله. هل للإنسان في أول ليلة من رمضان ينوي أن يصوم الشهر كله فتكفي هذه النية عن كل الأيام، أم يجب عليه أن ينوي في كل ليلة من الليالي، في كل ليلة من ليالي رمضان ينوي صيام ذلك اليوم؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. فالذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى هنا أنه ليس عليه البيات في بقيته. قال ليس عليه البيات في بقية، يعني في بقية الشهر، بمعنى أنه تكفي نية واحدة في أول الشهر، تكفي نية واحدة في أول الشهر. وهذا هو مذهب الإمام مالك، وذهب إليه إسحاق، وفي رواية عن الإمام أحمد كذلك. استدلوا بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا وهذا نوى صيام الشهر كله، وليس للعامل من عمله إلا ما نواه، وهذا قد نوى صيام الشهر، وصيام الشهر متتابع، لأننا نتكلم عن الصيام الذي يجب تتابعه. ولهذا قال خليل بن إسحاق في مختصره وكفت نية لما يجب تتابعه، يعني صيام رمضان وغيره. فهذا بالنسبة لصيام رمضان نوى أن يصوم الشهر كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. ومما ذكروه أيضا قالوا صيام رمضان صيام واجب التتابع، فهو عبادة واحدة، ولما كان عبادة واحدة قالوا تكفي فيه نية واحدة، فهو كالحج، الحج في كل أجزائه وأركانه تكفي فيه نية واحدة. وقالوا هو كالصلاة، المصلي ينوي الصلاة في أولها ثم لا يجدد النية في كل ركن من أركان الصلاة، ومع ذلك الإنسان يقوم يصلي في وسط الصلاة يغفل ويشرد ذهنه عن الصلاة. إذا عاد في أثناء الصلاة لا نلزمه بنية أخرى. فقالوا مثله أيضا صيام رمضان، فهو عبادة واحدة. وقالوا أيضا إن النية وإن لم تقع في كل يوم حقيقة فهي واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية، فالذي نوى أن يصوم الشهر كله
لما يأتي اليوم الثاني والثالث فهو في حكم من نوى في كل ليلة، في حكم من نوى في كل ليلة، لأن هذا لم يقطع صيامه، فهذه النية وإن لم تقع في كل يوم حقيقة فهي واقعة حكما، بناء على أن الأصل هو عدم قطع هذه النية. ولهذا قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في شرح الموطأ: وهذا الصحيح الذي يتفق مع قواعد الشريعة. ورجحه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في الشرح الممتع، قال: وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه. فهو رجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهذا في مقابل قول الشافعية والحنفية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية، وذهب إليه الأبهري من المالكية. الأبهري وهو شيخ المالكية بالعراق، ذهبوا إلى وجوب تبييت النية لكل يوم، باعتبار أن صيام كل يوم هو عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها، حيث أن فساد بعض الأيام لا يلزم منه فساد الكل. ومثلوا قالوا: لو جامع رجل امرأته في يومين أو 3 فإن الكفارة تتعدد عليه، لأن صيام كل يوم مستقل عن الآخر. قالوا هذا مما يقوي وجوب النية لكل يوم ووجوب تبييت النية لكل يوم من الأيام. فبناء على هذا قالوا كل يوم هو عبادة مستقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذا خلاف بين جمهور أهل العلم وبين المالكية في وجوب تبييت النية لكل يوم. فالجمهور على أنه يجب أن تبيت النية في كل يوم، وهذا الذي يرجحه شيخنا محمد علي فركوس حفظه الله، كما في كتابه حديث تبييت النية من سلسلة فقه أحاديث الصيام. والقول الآخر قول المالكية، وهو كما قلت الذي رجحه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ومع هذا الخلاف بين الجمهور والمالكية، المالكية إن لم يقولوا بوجوب التبييت في كل ليلة، وهم قد قالوا بأن نية واحدة تكفي في أول الشهر، فهم يقولون باستحباب النية في كل ليلة. تأمل، الجمهور يقولون بالوجوب، والمالكية يقولون نية واحدة في أول الشهر تكفي، ومع ذلك قالوا باستحباب النية في كل ليلة، وذلك مراعاة للخلاف بينهم وبين الجمهور. وفي هذا يقول النفراوي في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، قال: والمنفي، يعني الذي نفاه المالكية، إنما هو وجوب التبييت كل ليلة. قال: فلا ينافي أن يستحب تبييتها كل ليلة لمراعاة الخلاف. ثم مما ينبه عليه أن المالكية لا يختلفون مع الجمهور في أن الذي صام رمضان إذا قطع الصيام فإنه يجب عليه أن يبيت النية. ومن أمثلة ذلك امرأة صامت أياما من رمضان ثم حاضت فإنها تفطر، ثم بعد ذلك إذا طهرت تصوم. إذا ابتدأت صيامها قالوا يجب عليها أن تبيت النية. هذا لا يختلف المالكية مع الجمهور فيه. وأيضا لا يختلفون أن من كان مخيرا بين الصيام والفطر يجب عليه أن يبيت النية في كل ليلة. ومثاله بالنسبة للمريض وبالنسبة للمسافر، فالمسافر الذي لا يشق عليه الصيام والمريض الذي لا يشق عليه الصيام له أن يصوم وله أن يفطر، وكذلك المسافر له أن يصوم وله أن يفطر. فمدام حاله كذلك بين الصيام والفطر قالوا يجب عليه أن يبيت النية. فهذا وافق فيه المالكية جماهير
أهل العلم. ولما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله هنا أول الشهر قال ويبيت الصيام في أوله، يعني في أول الشهر، هذا بالنسبة للذي وجب عليه صيام رمضان ثم دخل عليه الشهر. وأما الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم في وسط شهر رمضان أو في آخره فإنه يبيت النية من الوقت الذي وجب عليه صيام رمضان. ثم قال رحمه الله ويتم الصيام إلى الليل. قال ويتم الصيام إلى الليل، هذا كما قال الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وهو الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فبين صلى الله عليه وسلم متى يفطر الصائم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس. قال فقد أفطر الصائم، يعني قد تم صومه وانقضى. وقوله ويتم الصيام إلى الليل، قلت هذا كما في قوله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بهذه الآية كان يفطر عند غروب الشمس عند أول الليل، وهذا قول جماهير أهل العلم أن هذا وقت الفطر، ولا يلزم للصائم أن يمسك جزءا من الليل، لا يلزمه أن يمسك جزءا من الليل حتى نقول إنه تم صيامه إلى الليل، لأن بعضهم يقول حتى يكون قد أتم صومه إلى الليل لا بد أن يأخذ جزءا من الليل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في سنته الفعلية كان يفطر عليه الصلاة والسلام إذا غربت الشمس عند أول الليل عليه الصلاة والسلام. ومن المسائل التي تفهم من قول المصنف ويتم الصيام إلى الليل، ويتم الصيام إلى الليل، يعني أنه لا يواصل، فإذا وصل إلى الليل أفطر ولا يواصل. والوصال له صورتان: أما الصورة الأولى أن يصل صيام يوم بيوم آخر فيصوم يومين أو أكثر دون أن يتخللها الفطر، فيصوم اليوم الأول إلى غروب الشمس يبقى كذلك إلى الفجر، ثم اليوم الثاني، ثم إذا صام 3 أو 4 فهو وصل يومين أو أكثر دون أن يتخللهما فطر. وأما الوصال الثاني فهو أن يصل وهو أن يتأخر في الإفطار عن الغروب، بل يؤخر إلى ما بعد العشاء أو إلى السحر، يعني يفطر مثلا قبيل الفجر الثاني في وقت السحر، فهذا يعد وصالا إذا أخر الإفطار عن المغرب إلى ما بعد العشاء أو إلى السحور، فهذا يسمى وصالا. والسؤال هنا ما حكم هذا الوصال؟ هل يجوز أم لا يجوز مثل هذا الوصال؟ أما النوع الأول وهو وصل يوم بيوم آخر أو أكثر دون أن يتخللها الفطر، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني الله ويسقين. والحديث رواه الإمام مالك وأصله في الصحيحين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ومن حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا تواصلوا. فهذا الحديث دل على النهي عن الوصال الذي هو وصل يومين أو أكثر من غير إفطار، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم مع اختلافهم
هل هو للكراهة أو للتحريم، مع أن من العلماء من يرى جواز هذا الوصال لمن قدر عليه وقد فعله بعض الصحابة، لكن الجماهير على أن هذا الصيام منهي عنه، لكن قلت اختلفوا في النهي هل هو للكراهة أو للتحريم. الجمهور قالوا هو للكراهة. قال ابن قدامة: والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم. وقالوا الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة هو أن النهي كان لمصلحة المكلف، فقد جاء في حديث أنه نهى عنه رحمة بهم، فقالوا هذا بيان أن هذا النهي إنما كان رحمة بالمكلف، فيكون هذا صارفا منه للتحريم إلى صارفا له من التحريم إلى الكراهة. ومن العلماء من قال بأنه محرم، بأن الوصال محرم، وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله كما قال النووي في المجموع، وهو الذي رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ومما يدل على التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد واصل بأصحابه حين أبوا أن يواصلوا، وهذا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فلم ينتهوا عن الوصال. قال أبو هريرة: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال، أي هلال شوال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. وقوله كالمنكل لهم هذا يدل أنه على سبيل التحريم. وأما ما كان يفعله بعض الصحابة من الوصال فهذا لا يكون حجة، لأنه لا حجة فيما عرضه النص، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. ذكر هذا ابن حزم رحمه الله في المحلى. هذا بالنسبة للنوع الأول من الوصال، وهو وصل يومين أو أكثر. وأما النوع الثاني وهو تأخير الفطر عن المغرب إلى ما بعد العشاء أو إلى السحر، يؤخر الإفطار إلى وقت السحر كأنه يجمع بين الإفطار والسحور، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم لا تواصلوا قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، والحديث رواه الإمام البخاري. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أذن في الوصال إلى السحر وأقره، ولكن هو خلاف الأفضل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن فيه، لكن هو خلاف الأفضل، وذلك أن السنة كما سنعرف من كلام المصنف رحمه الله هي تعجيل الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، مع أن جماهير أهل العلم ومنهم المالكية على أن هذا الوصال أيضا مكروه، لأن مدخلوه في عموم النهي لا تواصلوا، فقالوا هو مكروه. ولا شك أن أدنى أحواله كما قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله أنه خلاف الأولى. ولا شك أن الصائم الذي يريد عظم الأجر يحرص على الأفضل، خصوصا أن هذا الحديث دل على أن الخيرية في التعجيل، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فالخيرية في تعجيل الفطر لا في الوصال. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: ومن السنة تعجيل الفطر. قال: ومن السنة تعجيل الفطر، وهذا بالإجماع، لا يختلف العلماء في أن هذا من السنة. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر. ومستند هذا الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والحديث في الصحيحين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون،
رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا فيه أن تأخير الفطر هو بخلاف السنة، تأخير الفطر هو بخلاف السنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وهذا هو فعل اليهود والنصارى لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم، وشابههم في ذلك الروافض، فهؤلاء مخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا. وهذا من جهة السنة القولية. وما من جهة السنة الفعلية، فقد قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء. رواه ابن خزيمة وابن حبان. قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر، يعني إذا كان صائما، فإنه يعجل الفطر قبل أن يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام. وقوله ولو على شربة ماء، وهذا كان إذا لم يجد عليه الصلاة والسلام تمرا أو رطبا عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عند أبي داود والترمذي وأحمد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو تعجيل الإفطار. ولهذا قال ابن أبي زيد هنا: ومن السنة تعجيل الفطر. والشيء الذي ينبغي ينبه عليه وله تعلق بهذه المسألة وهو وقت الإفطار. فوقت الإفطار هو تحقق الغروب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ويجوز أن يبنى على غلبة الظن. الآن هذا الذي بينه صلى الله عليه وسلم: إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس. إذا تيقن الإنسان ذلك فهذا وقت الغروب. إذا تيقن هذا وقت الإفطار، أقول إذا تيقن غروب الشمس فهذا هو وقت الإفطار. طيب، بالنسبة لغلبة الظن، غلب على ظنه أن الشمس غربت، فإنه يجوز أن يبني على غلبة الظن، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ومن أدلتهم حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، فقد قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. رواه البخاري. قالت: ثم طلعت الشمس. فهم في الأول أفطروا بناء على غلبة الظن، غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت فأفطروا. فإذا وقت الغروب وتحقق الغروب، فإذا تحقق الغروب هو وقت الإفطار، إما أن يكون بيقين أو بغلبة ظن، كما فعل هنا الصحابة، فإنهم أفطروا باجتهادهم بناء على غلبة ظنهم، ولم ينكر عليهم، لم ينكر عليهم نبينا، لأنها قالت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن نزول الوحي، فلم ينكر عليهم ما فعلوه، والذي فعلوه أنهم عملوا بغلبة الظن. فإذا وقت الإفطار هو تحقق غروب الشمس، وغروب الشمس إما أن يتيقن أو يغلب على الظن بأنها قد غربت. لكن الشيء الذي يحذر منه هو تعجيل الإفطار قبل تحقق غروب الشمس. لما نتكلم عن السنة أيها الإخوة وهي تعجيل الفطر، فإن الإنسان لا يؤخر حتى يكون كاليهود والنصارى والروافض، بل يعجل. وإذا عجل فإنه لا يعجل الإفطار قبل تحقق غروب الشمس، ليس له أن يفطر شك في غروب الشمس فأفطر، ليس له ذلك، وإنما لابد من تيقن غروبها أو من غلبة ظن، وهي تلحق باليقين. أما سوى ذلك فلا.
وليس له أن يفطر قبل تحقق غروب الشمس، إما باليقين وإما بغلبة الظن، لأن هذا من الذنوب العظيمة، هو من كبائر الذنوب، ولا شك أن هذا يعد مدخلا من مداخل الشيطان على الصائمين، فلعله يأتي إلى الصائم ويقول له إن السنة أن تبادر، أن تعجل، إنك لا زالت الأمة على خير ما عجلت الإفطار، لا زال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، أفطر قد غربت الشمس، وهو لم يتيقن ولم يغلب على ظنه أنها غربت، فلعله يفطر ويقع في ذنب عظيم هو من كبائر الذنوب. ولهذا قد تجد واحدا يسترسل مع الشيطان في ذلك ومنع زغاته ومصايده فيقع فيها ويفطر قبل تحقق غروب الشمس. فقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم أقواما، وهذا في الحديث الطويل حين جاءه ملكان، رأى صلى الله عليه وسلم من جملة ما رآه أقواما معلقين بعراقيبهم تسيل أجداقهم دما، فقال: من هؤلاء؟ قال الملكان: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، والحديث رواه النسائي وغيره. قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فالواجب أيها الإخوة هو الحذر من مصائد الشيطان ومن كيده، وليحرص الإنسان على السنة وهي تعجيل الفطر، ولكن عند تحقق الغروب، إما بيقين وإما بغلبة ظن. ومما يذكر في هذا المقام أن الصائم إذا عجل الفطر فأفطر فإنه يستحب له أن يدعو. الصائم إذا أفطر يستحب له أن يدعو، بل الصائم عموما يستحب له أن يدعو أثناء الصيام وعند فطره، لأن لكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة من ليالي رمضان وأيامه، كما قال صلى الله عليه وسلم وبين. ويشهد له أن ربنا سبحانه وتعالى قال في وسط آيات الصيام في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا والله أعلم إيماء وإشعار للصائم بالاجتهاد في الدعاء في هذا الشهر المبارك، وبخاصة عند إكمال العدة وعند كل فطر. قال: وبخاصة عند إكمال العدة وعند كل فطر. فيستحب للصائم أن يدعو حال صومه وأثناء صومه، ويدعو أيضا عند فطره، ولو دعا بما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم أو ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم، فالمأثور الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم خير، فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وتأخير السحور، أي أن من السنة تأخير السحور. فهنا تكلم رحمه الله عن تأخير السحور، وهو لم يذكر حكم السحور، بل ذكر حكم تأخيره وأنه من السنة. والسحور بضم السين هذا الفعل نفسه، وهو أكل الطعام، طعام السحر. وأما بالفتح السحور بفتح السين فهو اسم لما يتسحر به، هو اسم لما يتسحر به، أي هو طعام السحر. وحكم السحور هو الاستحباب، وهذا بإجماع العلماء، مجمعون على استحباب السحور. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بواجب. قال: أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بواجب. ومستند هذا الإجماع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت السنة القولية أو السنة الفعلية. قال عليه الصلاة والسلام:
تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. هذه السنة القولية. ومما يدل على ذلك من السنة الفعلية قول أنس رضي الله تعالى عنه أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، فتسحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال في الحديث السابق تسحروا فإن في السحور بركة. قال تسحروا وهذا أمر، ومعلوم أن الأصل في الأمر الوجوب على الصحيح من أقوال الأصوليين، ولكن هنا ليس للوجوب لأن له صارفا إلى الندب والاستحباب. ومن الصوارف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل بأصحابه كما في الحديث الذي ذكرته قريبا حين تكلمنا عن الوصال، واصل بأصحابه كالمنكل بهم عليه الصلاة والسلام، فإنه حين واصل بهم لم يذكروا أنهم تسحروا. ولهذا بوب محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور. فالشاهد أن السحور من السنة، والسحور هو الغذاء المبارك وفيه بركة. قال ابن حجر رحمه الله: والبركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة. هذه أولا، من بركة السحور اتباع السنة، المتسحر يتبع السنة. قال: ومخالفة أهل الكتاب، هذه ثانيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال: والتقوي على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب في الصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، يعني في وقت السحر قد يعطي طعاما لمن يتسحر به أو يدعو من يتسحر معه، فهو سبب في الصدقة. قال: والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وهو وقت السحر الثلث الأخير من الليل، فإنه إذا قام ليتسحر كان في هذا الوقت الفاضل الذي يجاب فيه الدعاء. قال: وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام، فإن نية الصوم تبيت في الليل، وهذا كما ذكرنا قريبا في أول الدرس، فإن صيام رمضان لا بد له من نية. أنا لم أذكر صيام النفل لأني قلت أعلق على كلام المصنف رحمه الله. أما صيام النفل فقد اختلف العلماء في وجوب تبييت النية، والجمهور على أنها لا يجب تبييتها، وكثير من المحققين على أنه يجب تبييت النية. فمن أغفل النية إذا قام ليتسحر أغفلها في أول الليل أو وسطه، فإنه يتدارك قبل أن يقوم، قبل أن يطلع الفجر. فالصائم يحرص على هذه السنة التي هي السحور، فإنها تتحقق ولو بالشيء القليل من الطعام، أو حتى بجرعة ماء يتحقق بها السحور. إذا قام لدقيقة وشرب ماء في وقت السحر فهذا يعد، وهو قاصدا التسحر، فإنه يعد متسحرا مصيبا لهذه السنة، وهي سنة السحور. إلا أن المصنف رحمه الله يذكر هنا حكم تأخير السحور، فالمصنف تكلم عن سنية تأخير السحور. وتأخير السحور سنة بإجماع العلماء، كما نقل ذلك ابن رشد رحمه الله، ونقلت كلامه حين ذكرنا سنة تعجيل الفطر. قال: وأجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر. ومستند هذا الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا. أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، والحديث في صحيح الجامع. ووقت السحور ينتهي عند الأذان الثاني للفجر، والسنة تأخيره جدا إلى
قريب طلوع الفجر أو إلى قرب طلوع الفجر، هذه السنة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس الذي يحدث فيه عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الإقامة والأذان؟ قال: قدر 50 آية، يعني ما بين السحور والصلاة، ما بين السحور وصلاة الفجر قدر 50 آية. ومعلوم أنه إذا قرأت هذه القراءة بآيات متوسطات وبقراءة معتدلة فإن هذا يأخذ وقتا، فهذا من انتهائه صلى الله عليه وسلم من السحور إلى أن قام للصلاة عليه الصلاة والسلام. قال في الفواكه الدواني النفراني رحمه الله، قال بعض شراحه، يقصد شراح خليل، مختصر خليل، لأن خليل بن إسحاق قال في مختصره: وندب تعجيل فطر وتأخير، وندب تعجيل فطر وتأخير سحور، وتأخير سحور أي ندب. قال النفراوي: قال بعض شراحه وهو المذهب، أي مذهب الإمام مالك، وقدر التأخير كما في الحديث أن يبقى بعد الفراغ من الأكل والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، ولعل المراد القارئ المتمهل في قراءته. قال: ولعل المراد القارئ المتمهل في قراءته. فعندنا هنا سنتان: أما السنة الأولى وهي السحور في وقته، إذا أكل في وقت السحور، ومن أكل مثلا قبل عند منتصف الليل فإن هذا لا يكون متسحرا. ثم السنة الثانية وهي تأخيره، ويستحب تأخيره جدا إلى قرب طلوع الفجر، إلى قرب طلوع الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وثمة مسألة متعلقة بتأخير السحور، فإن الصائم يؤخر السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، فإذا أخر السحور ثم أذن المؤذن معلنا بدخول وقت الفجر، ومعلوم أن المؤذن إذا كان يؤذن في الوقت معلنا بدخول وقت الفجر أذانه يمنع الأكل ويبيح الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى، قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لكن ماذا لو أذن المؤذن والمتسحر يحمل إناء ليشرب، رفع الإناء هم بالشرب فأذن المؤذن معلنا دخول وقت الفجر، يعني هو شرع في الشرب. ونتكلم عن شروعه، فرق بين من سمع المؤذن ثم أخذ الإناء ليشرب، وبين من سمع المؤذن والإناء بيده. نحن نتكلم عن من أذن المؤذن وقد شرع في الشرب. جوابه في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قال: فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وتأمل لما قال صلى الله عليه وسلم: والإناء على يده، فليس الإناء في الأرض وإنما على يده، قد رفعه ليشرب، فأذن المؤذن قال: فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، لأن نفسه تتعلق به. وزاد في رواية: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، يعني المراد بالنداء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء، ليس النداء الأول بل هو الثاني، لأنه قال: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. وإذا سألت قلت: ماذا عن الأكل؟ لأن تكلمنا عن الشرب وهو الذي ذكر في الحديث. الأكل رفع اللقمة، رفع الإنسان لقمة إلى فيه وأذن المؤذن، أو وضعها في فمه
لاكها وأذن المؤذن، هل نقول يجب عليه أن يلفظها أم يجوز له أن يأكلها؟ الحديث نص على الشرب، وألحق به جمهور العلماء الأكل، ألحق به الأكل بجامع تعلق النفس بكل، فإن تعلق النفس بالشراب كذلك مثله يكون في الأكل، لكن ينبغي أن يكون جامع آخر وهو الشروع، أن يشرع في الشرب وأن يشرع في الأكل، فإذا أذن جاز له أن يكمل. وهنا أؤكد أن هذا الحكم خاص بمن شرع، فإنه يكمل أكله وشربه، ويكون هذا مستثنى من قوله سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما من سمع المؤذن الذي يؤذن في وقت الفجر الثاني فليس له ابتداء الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإذا أذن فليس له أن يأكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا في الحديث: والإناء على يده، وهذا قيد، هذا القيد يراد به دفع ما عداه وما سواه، كما لو كان كما قلت الإناء على الأرض أو على المائدة فليس له أن يرفعه بعد الأذان. أما إذا رفعه ثم أذن فإنه يجوز له أن يفعل. وهذه المسألة من المسائل التي يقال فيها يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كما قال العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تبارك وتعالى. وإن كان هذا الحكم الذي ذكرته بخلاف قول جماهير العلماء، أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن إلى أنه قول الأئمة الأربعة بمنع السحور مطلقا عند الأذان ولو رفع، ولكن الحديث ما دام صحيحا وفي هذه الدلالة فهو حجة والله أعلم. قال فهو حجة والله أعلم. ثم بعد ذلك قال: وإن شك في الفجر فلا يأكل. قال: وإن شك في الفجر فلا يأكل. إن شك الذي يريد السحور في الفجر في طلوعه، شك في طلوعه فلا يأكل. والشاك في طلوع الفجر هنا بين أمرين: إما أن يستصحب الليل فيقول ما زال الليل فيأكل، وإما أن يحتاط فلا يأكل. وهذا الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله هنا، وهذا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أنه يأكل حتى يتيقن طلوع الفجر، وهذا مذهب الجمهور أحمد والشافعي وأصحاب الرأي. فمن شك عندهم من شك في طلوع الفجر فإنه يأكل، لأن الله عز وجل قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقالوا هذه غاية للأكل والشرب والمفطرات. وأما إذا كان شاكا في طلوع الفجر قالوا فلا بأس عليه، لأن الأصل هو بقاء الليل، واستدلوا بأثر الصحابة. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا، رواه ابن أبي شيبة. وابن عباس قال: أحل الله الشراب ما شككت حتى يتبين لك، حتى يتبين الفجر. وقال مكحول: رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين: أطلع الفجر؟ قال أحدهما قد طلع، وقال الآخر لا، فشرب ابن عمر، يعني شك الآن، هذا قال طلع والآخر لا فشك فشرب. فهذا يدل على أن من شك في طلوع الفجر جاز له أن يأكل. لكن من أهل العلم من قال لا يأكل، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله كما ذكره ابن أبي زيد رحمه الله. والمشهور عن الإمام مالك أنه محرم، المشهور أنه محرم، يحرم الأكل إذا شك في طلوع الفجر. وفي المذهب قول آخر وهو الكراهة، وقال عبد الملك بن حبيب بأنه جائز، لكن المشهور عن الإمام مالك بأنه محرم، حيث ألحق الإمام مالك رحمه الله ذلك بغروب الشمس. فإنه من أكل من أفطر وقد شك في غروب الشمس فقد وقع في محرم، لأنه لا يجوز الأكل في حال الشك في غروب الشمس. قلنا لا بد من تيقن أو غلبة ظن، فإذا شك فلا يجوز له أن يفطر،
فألحق الإمام مالك رحمه الله به هذا: إذا شك في طلوع الفجر فإنه ليس له أن يفطر عند الإمام مالك، وهو محرم في المشهور عنه رحمه الله. والمصنف رحمه الله قال: وإن شك في الفجر فلا يأكل، لكنه لم يذكر حكم ذلك. ما حكم لو أكل مع الشك؟ نقول هذا له حالتان. الحالة الأولى: إذا تبين له بأن الفجر لم يطلع، أكل، شك في طلوع الفجر وأكل، ثم تبين بأن الفجر لم يطلع، فهذا لا شيء عليه، لا قضاء عليه، إلا عند المالكية فيقول عليه الإثم لأنه وقع في المحرم، فالمشهور أنه لا يجوز أن يفعل ذلك، لكن لا قضاء عليه. لكن إذا تبين بأن الفجر قد طلع، شك في طلوع الفجر ثم تبين بأن الفجر قد طلع، من العلماء من قال هذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا إثم، لأن الأصل هو بقاء الليل، هذا الذي رجحه ابن حزم ويذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله. لكن الذي عليه الإمام مالك رحمه الله بل جمهور العلماء أنه يجب عليه القضاء إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له بأن الفجر قد طلع، فالذي عليه جمهور أهل العلم وقول المذاهب الأربع ومنهم المالكية إلى أنه يجب عليه القضاء، وهذا ألحقوه كما ذكرت آنفا بمن أكل شاكا في الغروب. فمن أكل شاكا في الغروب ثم تبين له بأن الشمس لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء، لأنه فطر غير مأذون فيه. نحن قلنا لا بد من يقين أو غلبة ظن، أما الشك فلا، فإنه فطر غير مأذون فيه، فألحقوا به من أكل شاكا في دخول الفجر، فقالوا كذلك يجب عليه القضاء، وهو قول جماهير أهل العلم. قال شيخ الإسلام: وإن شك هل طلع الفجر أم لم يطلع فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع، ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ففي وجوب القضاء نزاع، والأظهر أنه لا قضاء عليه، وهو الثابت عن عمر، قال به طائفة من السلف والخلف. قال: والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة، لكن على المشهور عند المالكية يزيد عليه الإثم، عليه القضاء وعليه الإثم، والمذاهب الأربعة يقولون عليه القضاء. وهنا أقول: خير للمسلم أن يحتاط لدينه، فمن شك في طلوع الفجر وهو قادر على التيقن فليحرص على التيقن، ونحن أيها الإخوة نتكلم عن من شك. أما إذا تيقن بأن الفجر لم يطلع أو غلب على ظنه بأن الفجر لم يطلع أو ظن بأن الفجر لم يطلع وأكل أو شرب ثم تبين بأنه طلع فلا شيء عليه. لكن بالنسبة للشاك فنقول الأولى للمسلم أن يحتاط، لأنه متى شك في طلوع الفجر وهو قادر على التيقن نقول ينبغي أن تحرص هنا على التيقن من ذلك، يعني هل طلع الفجر أم لم يطلع، فإذا استطاع أن يتحرى ويجتهد هذا هو الذي يفعله ويحرص عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.